السلام عليكم، عاملين ايه واخبار يومكم؟ يا رب يكون يومكم بخير علينا وعليكم جميعا يا رب، وربنا يجعلها جمعة بخير علينا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعلها بخير علينا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين، ويجعلها يوم الجمعة بالخير على الجميع، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى واحدة من بنات بنوتي البعيدة اللي متجوزة بعيد جايلنا زيارة، فقلنا بقى نتغدى مع بعض كده. هنعمل بخيه يا بنات. قالوا عايزين ناكل رز وبسلة، حط لحمة في البسلة. قلنا ماشي نعمل لحمة في البسلة. عملنا شوية لحمة كده، انا بحط اللحمة بلوحها، وبعد كده بحط عليها البهارات على الناشف، اشوحها شوية واضيف عليها مية سخنة، اكون مجهزة لها مية سخنة. عندك كتل بتحطيه بتشغليه، ما عندكيش كتل بتحطي كنكة مية على العين التانية جبالك وتضيفي عليها مية سخنة، عشان ما تضيفيش عليها مية ساقعة تاخد معاكي سوا. طبعا بتنزلي عليها مية ساقعة بعد التلويحة بتاخد معاكي سوا كتير. انا بكون مجهزة المية السخنة. ايه، انا مش عندي كتل، بقوم احط كنكه على النار، مش لازم يعني يكون كتل او مش لازم ان المهم تمشي نفسك. شوحتها ولوحتها كده لما نشفت خالص من الميه اللي كانت فيها، ونزلت عليها بالبهارات بتاعتها، اللي هو الفلفل الاسمر والكمون، كزبره بتاع، لا كزبره اسفه معلش، حبهان، ورق لورا، يعني ايه، بصلايه، طماطمايه، بهاراتك اللي انت حابه تحطها عليها او اللي انت متعوده تحطيها على اي زهر عندك. تشوحي بقى شويه كده فيها وتهدي نارك عشان ما تقطعش، تكوني ايه مولعه على كنكه ميه في ريحك. مهم. يعني انا عملت كده زي ما انتوا شايفين، وكنت مجهزه كنكه ميه في ريحي، حطيتها. هحطها عليها ايه دلوقتي قدام منكم. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. انا حطيت عليها ريحه ميه بسيطه خالص من الكنكه، لان كانت الكنكه لسه ما غليتش، كانت سخنت نص سخنان كده. قمت حاطه حبه ميه صغيرين وسبتها بقى لما الكنكه لما تكمل غليانها، وقطعت بصلايه على ايدي، وحبة زيت، حتة سمنة الموجود في بيتك حطيه، ويلا نعمل مع بعض شوية تقلية ظراف كده ايه. اللهم صل على حضرة النبي. الايه ليه؟ للبسيل، نجهزها عشان نحط فيها اللحم. ويا سلام بقى لو عندك برام لها، تحطها في البرام في الفرن حبة، تبقى جميل. بس هي حاجة كله نعمة ربنا، وكله زي العسل، وحمدين وشاكرين، واقل من كده حمدين وشاكرين والله. لوحت البصلايه شويه ونزلت عليها بعصير طماطم زي ما انتوا شايفين كده، واسيبها بقى تستوي على مهلها كده. عما ايه، نعمل اي مصلحه تانية. عندنا شويه رغيف في الحوض هنغسلهم ونرجع تاني للطبيخ. لو اللحمه حلوه استوت في التلويح. مهم. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. هنضيف عليها الميه السخنه، ومع نفسها بقى، مع نفسها. يلا اكلمي مع نفسك يلا. على فكرة احنا يعني في الاوان اللي احنا بننزل لكم فيه ده، كنا اتغدينا وحمدنا ربنا. مم. هحط بقى، انزل الطماطم كانت استوت، هنزل فيها البسلة. بسلة بقى ايه جميلة، بسلة اتزرعت عندنا، حاسة عندنا بسلة. على فكرة البسلة اللي عندنا اتزرعت بقالها شوية اهو، خضرت ارضها. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. يا رب عنا وجوينا وكرمنا، اللهم امين يا رب. طبخنا استوى. مم. هنسيبه بقى شوية ونحط الرز، نركنه على جنب ونحط الرز مكانه.
هعمل شوية لسان عصفور بقى كده يستاهلوا بوجو كل زي العسل ده، عشان الأحفاد. يا ولاد انا مش كبيرة جو كده لدرجة كلمة الأحفاد، والله ما انا كبيرة جو كده. بس العيلة كبرتنا بقى. مم. هعمله في دقيقة لوحدهم كده. مم. على فكرة اللحمة كانت لسه متولع عليها، بس انا يعني هنشيل حبة شوربة واطفي عنه لاني مش هضيفها اني مع الشوربة، يعني هخلي كل حاجة لوحدها. عشان اللي حابب كده حابب واللي حابب كده حابب، لان عندنا بيحبوا الشوربة دي بتاعت اللحمة شوية عن شوربة الفراخ او شوربة البط، بيحبوا يشربوها. مهم. رزك بقى لو مثلث زي رز كده، اعمليه بالمعلقة زي ما انا عملت كده، يقوم رافع معاك وايه بيبقى باشا. كانت النار شوية عليه، على فكرة انا كنت هديت وعيل من العيال راح لعب في الزرار خلى البوتاجاز انطفى، ساعة ما كنت بعمل لكم كده. كان الواد ابن بنتي واقف في ريح وبهد على النار، خلاني طلعت وراح ماسك زرار البوتاجاز راح طفيه. دخلت بالصدفة، كنت مولعة على كوباية شاي، رحت اجيبها لقيت البوتاجاز مطفي على الرز. بس كنت غبت بقى، كان الرز عمل، كان الرز برد يعتبر، من كل اللي هو بتردد. مهم. اللحمة استوت معانا وهنشيلها بقى ننجلها. بقيت الشكل النهائي بتاعها، على فكرة في مقطع مجاش. ادي البسلة في اللحمة وشوربة بلسان عصفور والشوربة لوحدها يعني. وحاولوا ايه توزعوا الفيديوهات يا وليه، حاولوا تكبروا الفيديوهات شوية. ما تنسوناش كده باللايكات والاشتراكات عشان القناة تكبر وننزل كل جديد. والسلام عليكم.